دي بعض النصائح وأنا باشتري أجهزة المطبخ. نفس الكلام برضو في ناس بتقفل على الميكرويف العادي بباب. الميكرويف البيلت ان والعادي نفس الكلام برضو في ناس بتقفل على الميكرويف العادي بباب. في الحاله دي لازم نحسب له تهويه كويس، لان حبس الهواء داخل الكابينه بتاعه الميكرويف لفترات طويله اثناء التشغيل بيقلل كفاءه التشغيل وبيسبب مشاكل بعد كده، وبيأثر على عمر القطعه الداخليه ده على المدى البعيد. ده اسمه كاونتر توب ميكرويف، ما ينفعش يتحط ويتقفل عليه غير باشتراطات معينه، كفايه عشان بيبي ما يزعلش. طيب احنا ليه بنحطه في الكابينة بتاعة المطبخ؟ عشان سهولة التنظيف حواليه، ويبقى خلاص ده المكان بتاعه وما يتحركش منه بعد كده. وانا بشتريه براعي المكان اللي اتحط فيه في التصميم، يعني لو انا احطه في الوحدات العلوية بحاول اقلل العمق على قد ما اقدر. اللي جاي ملوش زي.